لو جينا فكرنا في اكتر شخصية غير مفيدة في دراجون بول، انا متأكد ان في شخصيات كتير هتيجي في دماغك، بس مين بقى فيهم فعلا هو اكتر شخصية غير مفيدة؟ واحب اصدمك واقولك ان اكتر شخصية غير مفيدة هي مش ياماتشا او ياماتشا، ما شوف بتقوله ازاي. المهم يعني اللي طلع قدامك. الحقيقة لو رجعنا بالاحداث ورا شوية هنتأكد ان ياماتشا ليه دور ودور مهم كمان. كيرلين لما كان بيواجه السايبامان كان اوريدي مات مرة ورجع تاني للحياة بأمنية من كرات التنين، فمش ممكن يرجع تاني بيها. فياماتشا رفض ان كيرلين يواجه السايبامان عشان السبب ده، وقال له ان حتى لو هو مات هيعرفوا يرجعوه، عكس كيرلين اللي استعمل فرصته في الرجوع بكرات التنين قبل كده. ولعلمك الصورة الشهيرة لياماتشا وهو نايم على الارض كانت بسبب القرار ده، فكان قرار نوعا ما في محله. وجوكو وهو صغير لما كان بيتحول للأوزارو، ياماتشا هو اللي اكتشف لوحده انه لو قطعوا ديله مش هيتحول التحول ده، فمش هيعمل لهم مشاكل. ونيجي بقى لأهم حاجة ياماتشا عملها في حياته. كلنا عارفين ان ياماتشا كان عايز يتجوز بولما وكانوا شبه مرتبطين، بس في مرة ياماتشا خان بولما وقفشته مع ستات تانية، فقررت تنساه وبعدها على طول وقعت في حب فيجيتا. وبسبب الجوازة دي جه ترانكس، وبسبب وجود ترانكس اتعمل ارك بلاك جوكو او جوكو بلاك. فلو كان ياماتشا اللي اتجوز بولما ما كانش هيبقى فيه ارك جوكو بلاك، فشكرا ياماتشا. تاني شخصية بقى غير مفيدة معانا وفي الاغلب انت مش فاكرها، هي القطة بوار او القط بوار، اسمه كده في النسخة الانجليزي، والحقيقة مش فاكر اسمه كان ايه في النسخة العربي. كنا قلنا ان ياماتشا على قد ما هو ملهوش دور قوي، هو اللي اكتشف ان لازم ديل جوكو يتقطع. طب تفتكر قطع ديل جوكو في تحول الاوزارو بايه؟ لا مش بضوافر بوار. بوار حول نفسه لمقص عشان ياماتشا يستعمله ويقص بيه ديل جوكو، ولولا كان جوكو تقريبا خلص على الكوكب كله وما كانش هيبقى فيه تكملة لدراجون بول. وفي الحلقة 24 من دراجون بول سوبر، بيروس كان اتنكر على انه موناكا وكان هو وجوكو بيضربوا بعض، فبوار اتدخل ووقف الاتنين. طب ازاي وهو اضعف من الاتنين بكتير؟ بكل بساطة بما انه بيعرف يتحول لاي شكل، اتحول لشكل بيروس وامر الاتنين ان هما يوقفوا ضرب، وده نجح فعلا، لان معروف ان بيروس وجوكو بقوتهم الكبيرة دي ممكن يدمروا الكوكب بكل سهولة. ثانية واحدة، كوكب ايه؟ ممكن يدمروا الكون كله. وقبل بطولة الاكوان كان مستر روشي بيكسل يتمرن، فبوار كان بيتحول لبنات ويستعمل انحراف مستر روشي في انه يساعده يتمرن. استغفر الله، هيبوظوا اخلاق الواحد. ولمعلوماتك مش بوار بس اللي بيقدر يتحول لاشكال، فاكر اولونج هو كمان بيقدر يعمل الموضوع ده، واولونج ليه دور مهم برضو جدا. لو تفتكر هو صاحب اغرب امنية تقريبا في تاريخ دراجون بول، لما بيلاف والشله بتاعته استدعوا شينرون وكانوا لسه بيتمنوا منه امنياتهم، راح اولونج ظهر لهم واتمنى من التنين هدوم داخليه بس بتاع بنات. انا مش عارف ايه الشخصيات المنحرفه دي، استغفر الله استغفر الله. وبعيد عن الانحراف ده، بيلاف كانت مخططاته شريره، فنوعا ما يعتبر انقذ الكوكب بالامنيه المنحرفه دي، وبما انه انقذ الكوكب كله فهو كده شخصيه مفيده، مع ان دي الحاجه الوحيده اللي عملها تقريبا في حياته. بس حاجه مهمه، ايه الشخصيه اللي جايه بقى غير متوقعة ان هي تكون في لستة الشخصيات الغير مفيدة، بس اهو طلع موجود معانا بقى، وهو تنشين هان، نسخة كيرلين ام 3 عيون، واللي بتروح الجيم وعاملة فورمة. خليك هلسي كرمال على هلسي. في الانمي مثلا في دراجون بول سوبر كان ليه اهمية في انه وصل للشخصية اللي بتستعمل سنايبر او قناصة في بطولة الاكوان، بس طلع بيه من الحلبة بكل غباء بدل ما يهزمه ويرميه بره، مع انه في بدايات دراجون بول كان شخصية قوية نوعا ما ومهم نوعا ما، معرفش ازاي عمال يضعف كده. وفي ارك سيل قدر يثبت سيل مكانه شوية لحد ما فيجيتا وترانكس يخلصوا تمرين في غرفة الروح والزمن. وكمان بسبب تنشين اتاح الفرصة للمزة 18 ان هي تهرب من سيل شوية، وقدر انه يكسب وقت اكتر لحد ما يجي حد قوي كفاية يتصرف مع سيل. وفي ارك بو لحق بو قبل ما يقتل جوهان وخلى جوهان يفضل عايش. هو الاتنين اتعاملوا شاورما بعد كده، بس كان نوعا ما مفيد. وطبعا ما نقدرش ننسى ياجي روبي، رجل الدليفري بتاع حبوب السينزو، وياما بسببها جوكو قلب موازين قتالات كتير. ولو تفتكر من اهم ادواره انه قطع ديل
يقتل فيجيتا وهو متحول للأوزارو بعد ما كيرلين فشل في انه يعمل كده، فخلى فيجيتا يرجع لطبيعته. وطالما بقى هنتكلم عن اكتر شخصيات غير مفيدة، ما ينفعش ما نجيبش سيرة مستر ساتان، او زي ما بحب اسميه المعلم جبة. مش عارف يجيبها لك ازاي، بس هو السبب في تحول جوهان تحول السوبر ساين 2 لما اخد راس الاندرويد 16 ورماها لجوهان قدام سيل. فجوهان شاف الراس واتعصب وتحول للسوبر ساين 2 وعمل سيل كفتة. وكمان ترانكس وجوتن وهما بيتعلموا رقصة الاندماج علشان يبقوا جوتنكس، ساتان قعد ببوه وفضل يقرا له قصص وقعد يحاول يسليه، وده خلاهم يكسبوا وقت لحد ما قدروا يندمجوا. وقدام بو برضه استعمل شهرته وطلب من كل الناس يدوا جوكو قوتهم عشان يهاجم بو بهجوم السبيريت بومب او قنبلة الروح. والشخصية الأخيرة معانا كان اسمه في النسخة الإنجليزي والياباني شاوتو، اسمه في النسخة العربي برضه مش فاكره. المهم الشخصية دي على عكس كل الشخصيات ما عملش أي حاجة في الحياة، لا حاجة مفيدة ولا حاجة غير مفيدة، وجوده زي عدمه تقريبا. يمكن كان بس بيساعد تنشن هان في التمرين شوية، غير كده دوره في البطيخ خالص. وبجد ما عملش أي حاجة، مجرد شخصية للحشو وبس. انت بقى ايه رأيك؟ مين هي اكتر شخصية غير مفيدة في عالم دراجون بول؟ والشخصية دي لو هي غير مفيدة ليه بقى؟ قول لي في الكومنتات، وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل الجرس. وبس كده الفيديو يكون وصل لاخره. والحاجة اللي بفكرك بيها في كل فيديو، لو بتحب فيديوهات مقدار قوة، عندي سلسلة كاملة عن الموضوع ده. عملنا عن بيروس وبلاك فريزا ومورو وجرانولا وشخصيات تانية كتير. لو حابب تروح تبص على السلسلة دي انا متأكد 100% انك هتستمتع. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو. سلام.